تاني يوم كمتدربة في المتحف الفني الإسلامي، والنهاردة اليوم متقسم لجزئين. بس الأول محتاجين نعرف ليه ممكن حد يحط مجهود ووقته قصاد تدريب ما فيهوش مقابل مادي. والحقيقة الأسباب بتختلف على حسب الأولويات، ولكن كجنزي الموضوع بقى ترند أكتر منه أهمية وتطبيق عملي حقيقي. فلازم تعرف كويس انت نازل انترنشيب ليه وتقدم على حاجة حقيقية هتفيدك. بدأنا النهاردة اليوم بالتطبيق العملي بجولات من المتحف عن إزاي نسرد قصة ورواية المتحف كحكاية، والطرق والأساليب المختلفة للتعامل مع الزائرين باختلاف سنهم ومعرفتهم بالتاريخ الإسلامي. وبدأنا الجولة بأننا عرفنا الأسباب اللي اتبنى عشانها المتحف وسبب اختيار المنطقة دي خصوصا. والمتحف فيه 25 قاعة ومفيش قاعة ملهاش رسالة معينة، وعرفنا سبب التسمية النهائية للمتحف الفني الإسلامي وإزاي هو أكبر متحف فني إسلامي في العالم. وبعدها الجزء الثاني اتعلمنا عن القوانين المحلية وحماية الآثار تطبيقا على مجموعة من الأحراز. وأول حاجة أخدناها إيه هي مصادر الآثار، ويعني إيه أحراز لغويا واصطلاحا، والوضع بالنسبة للآثار كان عامل إزاي قبل وبعد قانون 117 لسنة 38، وأهم الوثائق والتعديلات اللي تمت للقانون، وأهمية الحرز وإزاي هو بيلعب دور الشاهد الصامت في أي قضية. وبعدها عملنا دور تمثيلي لمراحل الحرز من أول ما بيظهر شكوك عليه لحد ما بيتسجل كأثر. فمثلا لو في المطار تم الشك في أي محتويات بيتم التواصل مع شرطة السياحة والآثار والأثريين المختصين، وبيبدأ فحص القطعة وعمل تقرير فني لحد ما نوصل للقرار اللي بيتم صدوره من النيابة بخصوص فض الحرز. وبعد كده بيتم مرحلة جديدة لإجراءات فض الحرز، وأخدنا بعض النماذج لأهم قطع فض الحرز الموجودة في المتحف. وبعدها نزلنا المكان الأرشيف وشفنا التكوين البنائي ليه وأهمية الأرشيف اللي نقدر بيه يكون عندنا دلائل مادية نحفظ بيها تراثنا وتاريخنا من التزييف. ولو فاكر إن الأرشيف هو بس اولد سكول وورق في كل حتة وبس، ففي المتحف هنا هم قدروا يطوروا من الأرشيف وحولوه لأرشيف إلكتروني بأكواد وأرقام عشان يتم مواكبة التطور على مستوى العالم. وبكده يكون تاني يوم في التدريب انتهى، وزي ما نجيبة متولي الخولي قالت: آثار؟ واشمعنى كلية الآثار يا نجيب؟